ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده الصلصه. هنخزن الطماطم بطريقه سهله وبسيطه جدا زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. الطماطم حلوه وماليه الاسواق وسعرها رخيص كمان، فيلا بينا نعمل كميه من الصلصه هتنفعنا في الصوم الكبير وطول السنه لو انتوا حابين كمان. هنجيب اي كميه من الطماطم احنا عايزينها. افضل حاجة ان انا اختار الطماطم تكون حمراء وطرية وطبعا ما فيهاش اي عيوب، لكن لما جيت اجيب كانت دي المتاحة فكانت ناشفة شوية. فانا جبت الطماطم بتاعتي وغسلتها كويس جدا جدا بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اجيب سكينة واقطع الجزء اللي فوق واقطع الطماطم 4 تربع وهحطها في الحلة. انا قطعتها 4 تربع علشان الحلة تاخد اكبر كمية من الطماطم، لكن ينفع جدا جدا ان انا اشيل الجزء اللي فوق وبعد كده احط الطماطم صحيحة او حتى اقسمها نصين واحطها في الحلة. في كل الحالات هتستوي وتخرج ميتها، لكن زي ما قلتلكوا انا علشان تاخد اكبر كمية من الطماطم هقطع الطماطم كلها مرة واحدة وبعد كده هبتدي أسوي. أنا الأول كنت بعمل طريقة التخزين مختلفة عن الطريقة دي، لكن الطريقة دي قالت لي عليها سلفتي فجربت في 2 كيلو لقيتها حلوة، فقررت ان انا اخزن الطماطم السنة دي بطريقتها وفعلا حلوة جدا وسهلة جدا. كده انا قطعت الطماطم كلها زي ما احنا شايفين. حطيت الطماطم في اكبر حلتين عندي وهرفعهم على نار وسط لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنرجع نشوف الطماطم بتاعتنا بقى شكلها عامل ازاي. هتبتدي تخرج البخار بتاعها وتنزل المية بتاعتها وتستوي منها فيها. مش بنحط مية ولا بنحط اي اضافات خالص خالص على الصلصة، كل اللي هنحط عليها هو سكر. مش هنحط ملح ولا اي توابل ولا فلفل ولا اي حاجة تغير طعمها. كل اللي هحط عليها هو 3 4 معالق من السكر على الحلة اللي انتوا شايفينها دي. بعد 10 دقايق رجعت للطماطم زي ما احنا شايفين كده المية بتاعتها خرجت. قلبتها علشان الطماطم من تحت استوت وابتدت تخرج المية بتاعتها، فانا عايزاها كلها تستوي. فقلبتها بالشكل ده وهغطيها وهسيب النار وسط وهنسيبها نبص نلاقي المية كلها خرجت وغطت الطماطم وابتدت بقى تستوي. هنسيبها لحد لما تتهري تماما كده وتبقى ما فيهاش اي قطع زي ما احنا هنشوف. بصوا بالشكل ده. هنا كان لسه فيها طماطم مستوية شوية لان هي ما كانتش حمرا قوي، يعني كانت خضرة شوية او ناشفة شوية. فانا هسيبها تستوي شوية كمان وبعد كده هنبتدي نشيلها من على النار. كده تمام. انا شلتها من على النار وزي ما احنا شايفين كده الطماطم بقت كلها مستوية ودايبة. هنبتدي نضربها في الخلاط او بالهاند بلندر. عايزة اقول لكم على حاجة مهمة بعملها او تاخدوا بالكم منها، او يمكن يعني فيديوهات تخزين الطماطم مش بيجيبوا سيرتها يعني، بس هي حاجة بتفرق قوي. هي انه لما نسوي الطماطم ما ننشفش المية منها قوي، يعني نسيب فيها شوية مية او نسيب الصلصة خفيفة شوية. لان احنا لما بنيجي نعمل المحشي بنحط الطماطم ونسيبها بعد ما بنقلب البصل وياخد اللون بنحط الطماطم. لو انا مسبكاها فاول ما احط الطماطم وهي متسبكة على البصل خلاص هطفي النار، لكن انا ببقى عايزة الطماطم والبصل يستووا مع بعض شوية في تسبيكة المحشي أو المكرونة أو أي تسبيكة أنا عايزاها. فبسيب الصلصة خفيفة شوية مش تقيلة علشان لما أحطها على البصل أو على الثوم تستوي شوية وتديني نكهة وطعم التسبيكة الحلوة للبصل أو للثوم. أنا عايزة أقول لكم إن أنا بسيبها خفيفة عن كده كمان، لكن الطماطم كانت مش مستوية قوي فسبتها شوية على النار فاتبخرت المية منها شوية. لكن نصيحتي ما تنشفوهاش خالص وتقلوها خالص، يعني سيبوها طرية شوية علشان تستوي مع البصل او الثوم بعد كده.
تمام كده. انا بعد ما ضربت الطماطم بالهاند بلندر صفيتها بالمصفى، وزي ما انتم شايفين كده بصفيها بالمعلقة، بنزلها من المصفى بالمعلقة، ما بحطش ايديا خالص، وبتنزل بمنتهى السهولة، وبتخرج كمية قشر بسيطة جدا جدا. حبيت الطريقة دي لأنه كمية القشر اللي خارجة مش كتيرة، وكمان بتتصفى بمنتهى السهولة وطريقة سريعة كمان. أنا هنا جمعت الحلتين مع بعض ورفعتهم على النار بعد ما صفيتهم بالشكل ده. بصوا القوام ده تقيل شوية كمان، بس زي ما قلتلكم أنا سبتها تستوي شوية علشان الطماطم كانت خضرة. لو ظهرت ريمة ببتدي أشيلها بسيطة. والحلة دي كلها حطيت عليها 4 معالق كبيرة من السكر، مش هحط أي توابل ومش هحط أي حاجة تاني خالص. هقلبها كويس جدا كده، وهسيبها تغلي غلوتين مش أكتر من كده، وهشيلها من على النار. كده الصلصة بتاعتي جهزت. هسيبها لما تبرد وبعد كده أبتدي أكيسها. مش هعمل أي حاجة تاني، بس أنا لسه عندي كمية من الطماطم تاني، حطيتها في الحلة وسويتها وكملت باقي الخطوات عادي جدا جدا. الحلة الأولانية بردت، هبتدي أكيسها معاكم. بعد كده التانية لما تبرد أبتدي أكيسها. عايزة أقول لكم بتبقى جاهزة معانا وسهلة جدا وطعمها حلو، وبتسهل وقت الأكل يعني. بتبقى جاهزة معانا، ما بتاخدش أي وقت. أي أكلة بنعملها بنعمل الكمية على حسب الطبخة اللي احنا هنحتاجها، على حسب الكمية اللي هنحتاجها للطبخة. أنا بعمل أكياس كبيرة بالشكل ده للطبخات أو الأكلات، وبعمل كمان أكياس صغيرة لأني بحط الطماطم على العصاج بتاع المكرونة أو عصاج الجلاش، بحط كده شوية من الطماطم. وكمان المكرونة المحمرة بحط معاها كمان ساعات طماطم، فبتبقى كمية قليلة بس من الطماطم، مش محتاجة الكيس الكبير ده. فنقدر نعمل الكميات صغيرة وكميات كبيرة على حسب احتياجنا زي ما احنا عايزين. بس ضروري ما نكيسهاش غير لما تبرد خالص علشان ما تتفاعلش مع الأكياس البلاستيك. هي دي الطريقة ودي مش كل الكمية. في تاني زي ما قلتلكوا لما تبرد هبتدي أكيسها، أكياس كبيرة وأكياس صغيرة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق حلو من تعليقاتكم، وأشوفكم في فيديو جديد يا أحلى متابعين. باي باي.